مساء الفل عليكم. تعالوا النهارده اوريكم طريقه عمل الجبنه النباتي، وتقدروا تعملوها قوالب وتقدروا تعملوها سايحه بطريقه حلوه جدا جدا. جبنه اقتصاديه قوي، مش بس في الصيام لكن هي اقتصاديه وطعمها حلو ومضمونه، وتنفع كمان للناس النباتيين اللي هم مش بيحبوا الالبان، وكمان الناس اللي عندها مشكله من حساسيه اللبن. كل الحاجات دي هتشوفوها النهارده معايا في الفيديو. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، وتفعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم الحلوة اللي بتشجعني دايما. تعالوا نشوف دلوقتي عملنا الجبنة الصيامي دي ازاي، وكمان عملناها بالخلطة والتحبيشة ازاي. تعالوا النهاردة كمان اقول لكم ازاي تستخدموها في وصفات كتير جدا، زي وصفات البرجر، وازاي تحطوها وتبقى طعمها حلو. بديل حلو قوي للجبن اللي احنا بنشتريها غالية، وكمان مش بتكون بالطعم والحلاوه دي كلها. اول حاجه هنعملها زي ما انتم شايفين، انا هحضر اللبن اللي انا هحضر منه الجبنه. انا هستخدم هنا الفول السوداني، جايبه هنا نص كوبايه من الفول السوداني. الفول السوداني ده طبعا زي ما انتم شايفين متقشر. وهحط عليه معلقتين كبار من السمسم المطحون. طبعا السمسم متحمص، يبقى معلقتين كبار من السمسم المطحون وكوبايه من الفول السوداني. عايزه اقول لكم هنا ان انتم ممكن تعملوها بالحمص، بس الحمص هيبقى صعب شويه في الطحن. لكن الفول السوداني تقريبا هيكون اسهل بكتير. بحط عليهم كوبايه من الميه السخنه واسيبهم في الخلاط يبداوا ان هم يتنقعوا لمده ساعه. في خلال الساعه دي إيه اللي بيحصل؟ في خلال الساعه دي بتتحضر حاجه اسمها الخمائر. الخمائر دي هي اللي بتطلع معانا الجبن والحاجات الصيامي بطريقه نباتيه، بتبقى بالخمائر بتاعه المكسرات. على فكره ممكن تنفع تعملوها بلبن اللوز لو جاهز عندكم، وممكن كمان لو عندكم لبن صيامي جاهز تنفع ان انتوا تكملوا بيه الوصفه. وزي ما انتم شايفين انا هصفي شويه صغننين كده احطهم على جنب. وبعد كده امسك اللبن اللي انا حضرته وابتدي ان انا اطحنه كويس جدا في الخلاط. ومهم جدا مرحله الطحن دي، ولازم ابتدي ان انا انقعه قبلها بساعه عشان خاطر لما اطحنه يبقى لاين في الخلاط، وفي نفس الوقت يطحن كويس جدا اقدر استفيد بكل حاجه جوه اللبن. اللبن ده حلو جدا على فكره، مهم جدا جدا لانه مليان بقى اوميجا 3 وحلو. عايزه اقول لكم لبن المكسرات ده من الحاجات المفيده جدا، والحاجات اللي ما بتعملش اي مشاكل صحيه خالص، ومهمه ان احنا ناخدها. هنبتدي ان احنا نصفي اللبن معانا. دي اسمها الشوائب او الالياف اللي بتنزل هنا من الفول السوداني، والحاجات دي تقدروا تعملوا بيها وصفات كتير جدا. يعني انا عملت لكم قبل كده منها الاومليت الصيامي، وممكن تعملوا منها كمان طريقه جبنه صيامي، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. زي ما انتم شايفين كده، دي انا عملتها بالحمص، وكمان عملتها بالسمسم اللي هي الاومليت الصيامي. هنجيب دلوقتي السمسم بتاعي زي ما انتم شايفين هنا نص كوبايه من السمسم. هبتدي ان انا اطحنه كويس جدا جدا. عايزاه يبقى زي دي السمسم زي اللي بنعمل منه الطحينه. مهم جدا ان احنا نطحنه لدرجه ان هو يبقى زي الدقيق. زي ما انتم شايفين كده طحنته حلو قوي قوي، ما خليتش فيه اي حبيبات. وكمان لو احنا حاسين ان في حبيبات ممكن نعمله بمصفى ونعيد طحنه مره تانية. حطيت عليه معلقه صغيره من الخميره الغذائيه، وبدات ان انا احط كمان ربع معلقه من الملح، وربع معلقه من طعم الجبنه اللي بنشتريه من بره، اللي هو من عند العطار، طعم بس مش جبنه، هو طعم الجبنه. وحطيت عليهم بالشكل ده زي ما انتم شايفين معلقتين كبار من الزيت، زيت الطعام العادي. ممكن تستخدموا اي نوع زيت، وممكن كمان تستخدموا زيت زيتون لو متوفر عندكم. وتبداوا ان انتوا تقلبوا المقادير كلها كويس جدا، وبعد كده تحطوا معلقه من الميه وتقلبوا بيها المقادير بالشكل ده لحد ما تتكون عندكم حاجه كده شبه العجينه، بس متماسكه شويه وفيها سنه طراوه. زي ما انتم شايفين كده، اول ما توصل للقوام ده او للمرحله دي هنبتدي ان احنا نجمع المكونات بتاعتنا مع بعضها. هحط هنا معلقه من الميه، وهحط عليها معلقه صغيره من الجيلاتين. طبعا هو اللي بيمسك معايا الجبنه وبيخليها تبقى مظبوطه معايا جدا جدا بالطريقه دي. ونقلبهم كويس جدا جدا لحد ما يبتدي ان هو يختفي كده، او يبتدي خلاص بقى ان هو يتقل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص هو تقل معايا بالشكل ده. هنبتدي ان احنا نجمع الجبنه بتاعتنا. احنا طبعا
طبعا عملنا 3 حاجات لو تفتكروا. اول حاجه عملناها اللبن، وتاني حاجه عملناها السمسم اللي احنا حطينا له الخميره الغذائيه والتوابل والزيت والميه، وتالت حاجه عملناها اللي هو الجيلاتين اللي احنا عملناه ده، وحطينا ميه وجيلاتين لحد ما تكون القوام بالشكل ده. اللبن اللي انا عملته انا رفعته على النار علشان يتقل خالص معايا، وكمان يبتدي ان هو يتحول من مجرد عصير كده في فول سوداني للبن فول سوداني زي ما انتم شايفين كده. كل ما هسيبه على النار كل ما هيتقل اكتر، كل ما هسيبه على النار كل ما هيتقل اكتر، وكده النتيجة بتاعته هتكون افضل بكتير. بالطريقة دي بسيبه قد ايه؟ من مدة 5 دقايق ل7 دقايق على نار هادية، ودي بتكون كمية كافية جدا علشان انا احصل على اللبن بالشكل ده، او اللبن يتكثف بالشكل ده ويبدأ ان هو يتحول معايا من مجرد فول سوداني للبن فول سوداني. اللبن ده ممكن تحتفظوا بيه اكبر كمية ممكنة في خلال ان انتوا تحطوه في علب وتحطوه في التلاجة، بيقعد فترة طويلة جدا مش بيحصل له اي حاجة. لو تفتكروا دول ايه؟ دول شوية المية اللي انا اخدتهم من الخميرة بتاعة الفول السوداني في الاول خالص. انا حطيتهم هنا علشان خاطر هنا ابتدي ان انا اعمل عملية التخثر. وبعد كده هحط دلوقتي كمية الملح اللي انا يعني هعوزها في الجبنة بالشكل ده، وهقلبهم كويس، وهحط عليهم كمان الجيلاتين اللي انا عملته، وهحط هنا ربع معلقة من بودرة اسمها البروبايوتيك، والبودرة دي هتلاقوها موجودة لكل الناس اللي بتعمل الزبادي النباتي، وهتلاقوها في الصيدليات متوفرة جدا جدا، ما فيهاش اي حاجة خالص. وتبدأوا ان انتوا تقلبوهم كويس جدا جدا مع بعضهم بالشكل ده لحد ما يختلطوا ويمتزجوا. طبعا انا هنا جمعت ايه بقى؟ جمعت اللبن اللي انا عملته مع الجيلاتين، وبعدها هحط عليهم ايه؟ هنزل عليهم على طول اللي انا عملته ده اللي هو السمسم اللي انا طحنته بالشكل ده مع الخميره الغذائيه والزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه لحد ما يبقوا بالقوام ده. بعد كده هجمع كل الكلام اللي انتوا هتشوفوه ده مع بعضه، ممكن اضربه في الخلاط، وممكن كمان اجمعه يدوي في حله مفيش مشكله، او لو عندي قالب. وبعد كده بقى ببتدي ان انا اجمعهم جوه قالب. عندي مثلا قالب الازاز ده هدهنه دهنه زيت خفيفه، وبعد كده هنزل عليه بالخليط. عايزه اقول لكم الخليط هنا طبعا شبه سائل، بمجرد ما بيدخل التلاجة الجيلاتين والخميره الغذائيه الحاجات دي كلها بتجمع الخليط وبتجمده. وعايزه اقول لكم تقدروا تتحكموا في سمك الجبنه، يعني لو انتوا عايزينها سايبه زي كده خلاص هتاكلوها زي الجبنه الصيامي السايبه او الكريمي. لكن لو انتوا عايزينها تتقطع مثلا تحطوها في سندوتشات او كده، ممكن بتسيبوها فتره اطول بتبقى زي القالب بالظبط اللي بنشتريه. انا دي بالظبط بعد مرور ساعه واحده، فطبعا ساعه واحده مش كفيله ابدا ان هي تتجمد، لكن كفيله ان هي تتماسك. طبعا انا هوريكم دلوقتي درجه تماسكها، ده درجه تماسكها بعد ساعه واحده. متهيألي لو سبتوها اكتر من ساعتين او 3 هتبقى قالب وتقطعوها هتبقى حلوه جدا جدا. اتمنى الوصفه تكون سهله عليكم وتكون افادتكم كتير وعرفتوا ازاي الجبن الصيامي بتتعمل. ما تنسوش بقى تتابعوني في باقي الوصفات اللي جايه ان شاء الله. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناه. ميرسي جدا جدا ليكم ولكومنتاتكم الحلوه. تحياتي ليكم بألف هنا وشفا. اشوفكم دايما يا رب على خير قريب.